رحنا السوق النهارده ولقينا التوم ده وقته، والنبي في حد بيفرز توم في رمضان؟ تعالوا، كنت بجيب شويه طلبات من السوق ولقيت التوم بقى مالي السوق وكتير ما شاء الله. فبسأل عليه بقول له بكام يا عم التوم؟ قال لي ب35، الاتنين كيلو ب35. قلت له طيب، فسبته ومشيت كده. قال لي تعالي خدي توم، والله العظيم بعد رمضان اللي هتشتريه ب100 جنيه الكيلو. قلت له ليه يعني؟ قال لي الناس كلها ملهيه في الكعك والبسكوت ولبس العيد، محدش بياخده، بعد كده هيفوقوا على ما يجوا يشتروها هيكون ب100 جنيه. قلت له يا سلام. قال لي اقسم بالله لا يبقى ب80 جنيه وب100 جنيه. قلت له طيب ماشي. فبصراحه الكلمه دخلت في ودني، قلت له طب هات لي 5 كيلو. تعالوا بقى نفرز ال5 كيلو دول النهارده، وكل اسبوع نجيب 5 كيلو لحد ما نعمل الكميه اللي احنا عايزينها، حوالي 10 كيلو ولا حاجه. خلاص كده هنعمله بطريقه حلوه قوي قوي هتعجبكم بقى، ماشيه يعني عليها بقالي 5 سنين ولا 10 سنين وانا بعمل التوم ده بالطريقه دي، ولا بيبوظ ولا بيصفر ولا بيحمر بقى والكلام اللي بنسمعه ده. والله العظيم تحفه تحفه. كفايه ان انت بتلاقي التوم كده في التلاجة ما بيسهل عليكي وقفه المطبخ. وهنعمل بقى بطرمان منه، ايه ده اسمه ايه، اللهم صل على النبي، اللي هو توم البودر. هنعمل بطرمان توم بودر بقى ريحته تجيب اخر الدنيا، ولا احلى من كده. عندي بقى التوم بتاعي. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ريت لايك وشير للفيديو بقى وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. تمام كده. هنجيب التوم بتاعي قصقصناه وشيلنا بقى كل الزيادة، العنش الاخضر اللي بيبقى فيه ده. وتعالوا هنفصص الراس بالشكل ده، نشيل الطين منه، الجزء اللي فيه الطينة ده، والقشرة الخارجية اللي هي ايه مش نظيفة، اللي كلها تراب ومتبهدلة. تعالوا نفصص ونطلع القشرة الخارجية واللي بين الفصوص بالشكل ده. حطيت ده على جنب وده على جنب. لما فصصته كله هناخد بقى القشر، هنعمل منه توم بودر ما حصلش ريحته خطيرة اهو. هناخد القشر كده بالشكل ده كله في الصاج بتاع الفرن. وتعالوا هندخل الصاج في الفرن لحد ما يتحمص. ايوه سوي كده وافرده بالشكل ده. وتعالوا بقى ندخل الفرن كده ونظبط الحرارة على 170، ونخليه بقى هياخد حوالي ساعة عشان يقرمش من فوق ومن تحت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في التوم ده. عندي التوم بتاعي بقى، نجيب الكبة بتاعتي الحلوة دي وننزل التوم اللي انا فصصته. تعالوا بقى هنحط عليه ايه بقى عشان يخليه لونه ابيض لاخر قطعة عندك. لو قعد سنة في الفريزر هتلاقي اول حاجة زي اخر حاجة. اللهم بارك بيدنه عندي طول السنة. يعني انا ما بحبش احط التوم وعلقوش في البلكونة بقى ويملى البلكونة عفش، ولا احطه في التربو. تمام. انا من النوع اللي مش بحب اقشر التوم خالص وانا واقفه، عايزه التوم يبقى جاهز كده اخد قطعه بقطعه. هنضرب الكبه بتاعتي دي كبيره ما شاء الله، بتاخد كميه كبيره. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الملح واربع معالق خل واربع معالق زيت. تمام كده. الكبه دي واخده حوالي 2.5 توم، يعني الفرمه الواحده 2.5 توم، كبيره ما شاء الله. خلاص كده اهو. هنحط ايه معلقه كبيره من الملح و4 معالق من الخل و4 معالق من الزيت. واضربي بقى براحتك، عايزاه ناعم افرمي ناعم، عايزاها وسط نعمله وسط، بيبقى جميل على حسب ما احنا عايزين. كده خلاص زي الفل اهوت. نديله كمان ضربه كمان معايا عشان انا عايزاه ناعم اهو. مش عايزه اقول لكم انا عملت التوم ده قعدت الشقه ريحتها توم من التوم البودر يومين، ريحته تجنن بصراحه، تحفه. هننزل بقى في حاجة واسعة كده. وتعالوا نكمل التاني بنفس الطريقة. بصوا ابيض زي القشطة وهيدنوا لاخر حاجة كده. بس شوفي الوصفة كده بالظبط وطريقة حفظه بالظبط ازاي. هننزل بقى بالثوم كده اللي انا فصصته كله بالباقي، واضربه بقى عندي في الكب. برضو معلقة الخل، معلقتين الخل او 3 4 معالق خل و3 4 معالق زيت ومعلقة الملح اهو. كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نديها بقى كمان لفة كمان لحد ما ينعم معايا بالشكل ده كده زي الفل. التوم من الحاجات المهمة قوي لما بتكون متفرز في الفريزر، بصراحة بيسهل عليكي كل حاجة في المطبخ، زيه زي الطماطم زي هريسة الشطة.
يعني تيجي تعملي طبخة او تعملي حاجة كده وبسرعة بسرعة وانتي واقفة ده على ده على ده كده، ما شاء الله تنجزي في ثانية، تعملي الاكل بسرعة. كان التوم بياخد مني وقت جامد لو هتقعدي تفصصي بقى وتقشري راس توم للملوخية وللبتنجان والكلام ده، لا ده بتلاقيه جاهز على طول، ما بياخدش وقت. اهو تعالي بقى كده في الكيس وعبي بقى في كمية وسط كده مش كتير، وفرديه بالشكل ده علشان لما هيتلج يتلج بنفس الشكل. لما تيجي تطلعي الكيس تقسمي منه، تقطعي منه كده قطم كده بالظبط بايديكي كده اهوت، عشان ما تدخليش فيه معلقه ولا اي حاجه ولا يطوله نقطه ميه. يعني الطبق ده انا منشفاه والكبه منشفاه مفيش فيها ميه خالص اهو. نعبي بقى الكياس بالشكل ده وافردي بقى على قد ما تقدري بالشكل دوت، عشان يبقى سهل عليكي لما يكون مجمد في الفريزر جامد تاخدي منه على طول تكسري منه كسر كده، عشان الكيس يرجع تاني الفريزر بسرعة، ما يحمرش او يصفر، اللون يصفر منك او يحمر بسبب ان احنا نطلعه من الفريزر يقعد فترة طويلة وبعدين نرجعه تاني. لا انت هتطلعي تقطمي منه وترجعيه على طول. تعالوا بقى ندخله كمان في كيس محكم تاني، عشان انتوا عارفين التوم بيعمل ريحة في الفريزر، بيقلب ريحة الفريزر كلها اهو كده وكويس. وانا حطيته كمان في شنطة وعلى الفريزر لحد ما يجمد كويس قوي قوي، وبعدين بقى ايه اركنه في جنب بقى وايه واطلعه من الكيس. بصوا بقى القشر بتاع التوم قرمش واتحمص معايا بالشكل ده، ريحته جميله. تعالوا بقى نضربه في الكبه بالشكل ده. هو مش هينعم في الكبه عندي قوي، الكبه بتاعتي مش بتنعم الحاجه يعني قوي زياده، بس هو ريحته جميله وانا راضيه بالنتيجه كده، حلو جدا. من القشر ده عملت ما شاء الله بطرمان كبير كبير، لو هشتريه هيجيب دول ب50 جنيه بالظبط يعني. اهو بصوا هو خشن شوية بس مفيش مشكلة، يعني شغال وحلو جدا وكفاية ريحته والنظافة. طبعا ما حطيناش ورقة فيها طينة ولا تراباية ولا عفشية ولا اي حاجة، وزي ما شفتوا كده تحفة. وده كان فيديو النهاردة، يا ريت ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. بس